هنتكلم النهاردة على حاجة مهمة جدا بتشغل بنات كتير أو بقت مهمة لأنه بقى ليها حلول، وهي تجميد البويضات. كتير قوي من البنات نظرا لتقدم سن الزواج بقوا بيخافوا على الخصوبة بتاعتهم أو على الفيرتيليتي بتاعتهم، بقوا دايما عندهم توتر ومش عارفين يعملوا ايه، وهل تتجوز اي واحد عشان تخلف ولا لا. لكن مع ظهور تقنية تجميد البويضات ده ريح ناس كتير جدا، خلاهم قادرين ان هم يختاروا برواقة وعلى راحتهم، وخلاهم قادرين يختاروا صح، لانه بقوا مطمنين انه مهما حصل لسه هيبقى عندهم فرصة للحمل بعد كده والانجاب. ايه هو تجميد البويضات؟ تجميد البويضات هو ان احنا ناخد البويضات، نعمل تنشيط للبنت، ناخد منها بويضات عدد متوسط حوالي 15 ل 20 بويضة، ونجمدهم بطريقة معينة في المعمل عندنا، ونخزنهم للسيدة او للبنت دي عشان وقت ما تحتاجهم تستعملهم. طب هل في ليميت لتخزينهم؟ لا، احنا ممكن نخزنهم 10 سنين 20 سنة زي ما هي عايزة. طب هل في ليميت لاستخدامهم؟ برضو ممكن نستخدمهم في اي وقت في اي سن، حتى لو كانت الدورة قطعتها ممكن برضو نستخدم البويضات دي ونحقنها ونخصبها وننقلها في الرحم، فيبقى في احتمالات لحدوث الحمل. طب ايه احتمالات حدوث الحمل من البويضات المخصبة دي؟ طبعا احنا عارفين انه في الحقن المجهري نسبة الحمل ما بتتعداش ال 40-50%. وده ليه؟ لان احنا ما بنتحكمش في انه الجنين يلتصق في الرحم. يعني احنا بننقل الجنين في المكان بتاعه المفروض يكون فيه، لكن ان هو يمسك في بطانة الرحم ويبتدي ياخد الغذاء بتاعه وينمو، دي حاجة العلم لسه ما وصلهاش وما بيقدرش يتحكم فيها. في فاكتورز واسباب بتأثر على نجاح العملية بتاعة زرع الأجنة دي. اهمها طبعا عمر البنت وقت استخدام البويضات. عمر البنت وقت استخدام البويضات بيأثر كتير في نسبة النجاح، لأنه جودة بطانة الرحم اللي هي بتستقبل الجنين دي بتختلف أو بتبتدي جودتها تقل مع تقدم السن. بنحاول طبعا ان احنا نديها علاج وحاجات تعمل سبورت لبطانة الرحم بحيث انه تبقى غنية بالخلايا والغدد والأوعية الدموية فتقدر تستقبل الجنين. لكن طبعا مع تقدم السن احتمالات الحمل بتقل. لو احتمالات الحمل في سن الثلاثينات بيبقى حوالي 40 ل 50% مع الحقن المجهري، في الحالات العادية في سن ال 45 وال 48 احتمالات النجاح مع الحقن المجهري بتقل جدا، بتبقى يمكن من 1 ل 3%. لكن مع استخدام البويضات المجمدة من سن أصغر من كده بيبقى في عندنا دايما احتمالات كويسة للحمل حوالي 10 ل 15% بعد سن ال 45 وال 50، وحتى لو كانت الدورة قطعت. نيجي للسؤال المهم اللي بيشغل بنات كتير جدا، طب احنا هناخد البويضات دي من الجسم ازاي؟ لانه طبعا اللي بيسمعوه عن الحقن المجهري ان احنا بنسحب البويضات دي عن طريق المهبل، ودي حاجة طبعا بتقلق بنات كتير ما تجوزوش، وهو ان هم مش عايزين يفقدوا عذريتهم. لكن احنا برضو عندنا تقنيات مختلفة سحب البويضات من البطن للبنات قبل الزواج، وده بيسهل عليهم او بيريحهم كتير جدا ان هم يبقوا عارفين انه البويضات مش هتتسحب من المهبل، وبالتالي احنا محافظين على العذرية بتاعتهم. بنسحب البويضات من البطن بإبرة عادية زي الإبرة بنسحب بيها البويضات عن طريق المهبل باستخدام السونار. بيبقى حاجة جايدد كده بالسونار، بنخش بالإبرة من البطن ونخش على المبيض نشفط البويضات اللي فيه كلها، فبالتالي هي بتبقى زي شكة الإبرة كأنها أخدت حقنة. مفيش جرح، مفيش ألم، مفيش أي احتمالات لفقد العذرية. وده طبعا بيطمن بنات كتير وبيخليهم يقبلوا على فكرة تجميد البويضات. أرجو إن أنا أكون قدرت أوضح الصورة شوية عن تجميد البويضات، لأنه بيبقى حاجة مبهمة، وحاجة كتير قوي من البنات بيبقى نفسهم يسألوا فيها وبيخافوا، وحاجة كتير قوي أمهات البنات دي محتاجين يبقوا عارفينها عشان يريحوا بناتهم وعشان يقدروا يسيبوهم براحتهم يختاروا ويقدروا يستعملوا بويضات دي بعد سن ال 40 وال 50.